السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذا البسكوي هذا. هذا البسكوي ديال الطابع. يعني كانت كديروا لنا الوالده ملي كنا صغار، حنا تنديروه لان كيجي لذيذ بزاف بزاف. كنشربوا دائما، ما كيخطاش من الدار، دائما عندنا، وكنديرو حتى انا لولادي كيعجبهم كيديو معاهم المدرسه. واليوم كنت غنديرو، كنت نشاركو معكم. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم. وبزاف ديال الاخوات طلباتو مني الاخت ليلى، طلباتو مني، وكنتمنى نكون ما تعطلتش عليها، والاخت خديجه والاخت ربيعه. كنشكرهم بزاف اللي يثقوا فيا على الثقه. وكنتمنى هاد الوصفه هذه تكون تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الزر الاحمر. ويلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ان شاء الله بغيت ندير واحد البسكوي او حلوى ديال الزاتاي. كنا كنديروها بكري، كانت كديرها لنا الوالده الله يذكرها بالخير. ديال هاد الطابع هذا لان كنديروها كنا صغار، حنا كنا كناكلوها وكتجي لذيذه بزاف بزاف، وحتى الوليدات كتعجبهم. انا ديما كنديرها لولادي وقلت نشاركها معكم. غندوزو المقادير. نحتاج في المقادير عندي كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، غتلقاو بالغرام على الشاشه. هذا. وكاس ديال الزيت 160 ملل ديال الزيت، واربعه البيضات، وجوج خمارات، واحد قشور ليمونه او قشور حامضه. انا كنبغي الحامض بزاف، ولكن ما عنديش. نتوما كتشوفوا دائما كنستعمل اي حاجه كنستعمل فيها الحامض. درت قشور ليمونه حتى هو كيجي لذيذ بزاف. والطحين على حساب الخالط. انا غادي ندير الطحين وغنوريكم كاس العنبه باش تشوفوا شحال من كاس درت. دابا غادي ندوزو اللي بغى يدير فاني ممكن يديرها. انا اكتفيت غير بقشوره الحامض صافي، وقبصه ديال الملحه. غادي ندير البيض وغندير السكر وغادي نخدمو مزيان. صافي غادي نزيد كاس ديال الزيت، نزيد قشور الليمون، قبصه ديال الملحه، صافي. من بعد ما خلطتو هكا مزيان، دابا غادي ندير الخميره وغادي ندير الفرينه. انا درت بالكاس ديال العنبه كيف كتشوفوا. ندير الكاس الاول، غادي نغربل، ضروري ما نغربل. ندير الخميره، دابا درت جوج ديال الكيسان صافي، وغادي نخلط. هي العجينه ديالنا كيف كتشوفوا كتجي على شكل رطبه صافي. دابا غادي نخليها ترتاح واحد شويه على ما غنوجد فين غنصيبها. نطلقها صافي. ها هو الطابع ديالي كيف هذا. ندير النجيمه، عندي هنا بيضه وحده قربتها كلها. درت واحد القطره ديال الخل او الحامض صافي. وتندهنوا هذا البسكوي ديالنا او حلوه الطابع كي كنا كنقولوا، حلوه ديال الطابع. ها هي الحلوه ديالي من بعد ما
درت ليها السكر، درت البيض ودرت ليها السكر. دابا غندخلها للفران على درجه الحراره متوسطه. غير كتبان ليا صافي ولات اللون ديالها ولا في الدوغي ولا ذهبي، صافي كنحيدها. واش كان النهائي ديال البسكويت ديالنا كيف كتشوفوا. الدراري كيحماقوا عليه ونقدروا نديروا لهم يديو معاهم مثلا المدرسه يفطروا به. مزيان يكون دائما عندنا في الدار. بالنسبه للدواساتاي كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. اذا عجباتكم وصفه اليوم ديروا جيم وبارطاجيو وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد.